الافتراس عند البط ومشاكله. معلقة زي دي وانسي الافتراس. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد على سطوح ام عمر وكريم. يا صباح النظافة والحلاوة والجمال. خعطان السطح كنسة مية مية زي ما انتوا شايفين كده. وطلعت البط الاقرع زي ما انتوا شايفينه. ايوه البط الاقرع. الفيديو بتاعنا النهاردة عن الافتراس بتاع البط. البط دوت يا جماعة عنده افتراس، بياكل في بعض. طلعته كده على السطح، بقيت اسيبه طول اليوم على السطح واحبسه بالليل في المكان اللي بينام فيه. فطلعته هو والفراخ كده ايه، طلعت الفراخ معاهم ودي الرومايايا اللي لسه عندنا. شايفين البط الابيض ده بط اللي هي البط الرصاصي ده، دول عيالها. والبط الاسود اللي هو الاقرع ده اللي كان جاي لي هديه من مريم اختي. بسم الله ما شاء الله عندهم افتراس. هم كبار في السن بس مش باين عليهم عشان ايه؟ زلبطه. طب ده هنعمل فيه ايه وعلاجه ايه والدنيا هنعمل فيها ايه؟ والله انا هقول لكم. هنمشي على خطوات، وكده كده كل بط بيعدي بالمرحله دي وبياخد وقته وبيرجع تاني. تمام. تعالوا نشوف الحمام بتاعنا ونطمن عليه. كريم ابني رامي لهم الاكل كده على الارض، فانا بسيبه لهم. يعني بطلع غير الميه، اهم حاجه الميه بغيرها وبحط لهم فيها الكالسيوم بتاعهم وبسيبهم. هو تقريبا يعني ايه موقفين بيض، مفيش غير الام نفسها اللي كانت الصغيرين دول بيكسروا البيض. يعني مش اللي هم يعني مش بيحافظوا على البيض قوي كده وتعبين بصراحه. فمفيش الا الام هي اللي بتبيض دلوقتي، والتانيين دول كل ما يبيضوا لا يكسروا لا يطلع فاضي. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله، ربنا يعوضنا خير ان شاء الله. زي ما قلت لكم اي بط بيعدي بمرحله الافتراس وبياكل في بعضه وبيعدي في بعضه. طبعا مهما نعالج ما بيجيبش نتيجه، بس احنا بنمشي يعني معاهم وخلاص بخطوات وبنعملها. انا هقول لكم النهارده على الخطوات اللي انا مشيت معاها، لان جربت قبل كده البط دوت. بس ما شاء الله البط اللي على السطح الكبير اللي انتوا هتشوفوه ده برضو كان اقرع زلبطه زي ده. والفيديوهات القديمه تشهد بقى يكبر واحده واحده معايا ويعيش يموت. الحاجات دي نصيب طبعا. تمام. زي ما قلت لكم كده احنا عملنا الروقان على السطح وكده. انا جبت لهم طبق الميه دوت زي ما انتوا شايفين، وهحط لهم فيها المكون اللي احنا بنتكلم عنه النهارده واللي هنحطه في الميه يشربوا منه. بس انا قلت احط لهم لقمه كده ياكلوها. البطايه دي مش امهم بس تسللت الى السطح. تعالوا نفتح على طيورنا ونقول بسم الله ما شاء الله. وعايزين يوم كده نطلع ننظف العشش، لان طبعا انا حابسه جماعه الطيور في العشش وسايبه السطح كامل للبط دوت عشان ايه؟ يكبر كده. فطبعا لما طلعت الطيور على بعضها البط ده بقى ايه؟ اتفرم في الوسط. بس انا ولا يهمني، انا سيبته عشان يتجرأ كده ويبقى ايه شجاع. بط شجاع بدل ما هو جبان. فطلعت بقيه الطيور. طبعا والله انا بحميهم مهما حميهم بدل المكان مغلق عليهم، فبيبقى ايه طبعا بدل مكان الفضلات بتاعتهم عزكم الله بيبهدلوا الدنيا. لو وصلتوا معايا لحد كده اتمنى تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. عايزه اشكركم كل اخواتي اللي وقفوا جنبي لحد ما وصلت للمرحله دي. شكرا جزيلا لكم. حطوا اللايك. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الوز بتاعنا يعني قرب ما شاء الله. والبط دلوقتي ما عادش بط بيبيض، لو بيضت واحده ولا حاجه. والفراخ كله دلوقتي زي ما انتم شايفين بيغير ريش وريشه بيقع. انا حطيت لهم حته شويه اكل كده ويقعدوا ياكلوا. وهاجي هنا بقى عشان اشوف الحمام وصل معانا لايه. برضو نفس الكلام، وقعين الاكل والدنيا زيت. مفيش بيض، مفيش غير الام اللي راقده على 3 بيضات. كانت بيضه بيضتين وحطت لها بيضه من بتاعه العيال بتوعها عشان كسروا البيض. يا رب يطلعوا عم 3 زغاليل الواحد يتغدى بحاجه كده تنفع. يا مالك انت يا مالك. وده واقفين كده والله العظيم مناظرهم الواحد مبقاش عايز ينزل من جنبهم. الحمام بجد من الحاجات الجميله جدا اللي بتسليك. يعني لو عندي مكان برج كبير هقدر ان انا اخش اقعد في وسطهم والله وانسى الدنيا. عامه يعني بنسى الدنيا وانا على السطح. وهنا خلاص كبت لهم الميه عشان ايه؟ هم عطشانين ويعني محتاجين يشربوا. فاجيب المعلقه اللي انا قلت لكم عليها، المعلقه دي اللي هي بودره البلاط، ونحطها لهم كده في الميه زي ما انتم شايفين ويشربوا بقى منها. كل الطيور هتيجي تشرب منها. ديت بتعالج نقص الكالسيوم عنده، وكمان بنضيف كالسيومات بشريه. انا ما صورتهاش لك، هي كبسوله كده. بتروحي الصيدليه تقول لهم انا عايزه كبسولات كالسيومات بشريه. عايزه تجيبي من عند البيطري هاتي. بس انا حطيت المنتج المعلقه دي
بودرة بلاط او جير مطفي. تمام، يعني انا حطيت بودرة بلاط، يعني بودرة بلاط احسن، جير مطفي بتعقم بس يعني ساعات بحط لهم والله بيبقى حلو. وتحطي كالسيومات بشريه او فيتامينات، يعني ده نقص كالسيوم عندهم افتراس. الكيس ده انا طلعته من السطح كده وهناخده واحنا نازلين. الزباله دي الزباله يا جماعه، عزكم الله. حطوا اللايك لو وصلتوا معانا لحد مقطع الزباله. متنسوش تشتركوا في القناه، عايزين نكمل 10,000 عشان نعمل حفله. الديك ده انا ذبحت طبعا الديك الاحمر، قلبي بيوجعني من ساعه ما اكلته والله. يلا الحمد لله، الف هنا وعافيه على اللي اكل، والحمد لله هم حبه حبه بيشربوا من الميه، والبط ده خلاص يعني ماشي. يغركوش شكله كده وتقولوا وحش، والنعمه ده هيطلع بط مية مية بكره تشوفوا. بس هو يعيش منه حاجه، بس الحر ده بيموت اي حاجه والله. عشان كده انا ما رقدتش خلاص، ان شاء الله لو جراد على الشتاء هرقد. والديك الديك ده خس والله من ساعه ما ذبحت الديك التاني. تحس كده ان هم بيستنوني لما اذبح عشان يعيوا ويموتوا. اخص عليكوا، اخص اخص، اوعى تعملها فيا. عايزين نحموه بس انا خايفه امسكه. طلع كده الطفل ده طلع ياكل كامل حله مش عاجبه، قلت له هش يالا هش يالا هتوقع لي الحاجه. التندر اللي انا عاملاها دي حامياني ومغطياني من الجيران ومن الشمس، بس كاتمه كاتمه كاتمه. بصي انا بخش السطح ده ببقى نار حر، بس ما شاء الله شفتوا هجموا على الميه بيشربوا كانهم بيشربوا شوربه جولاطي، بياكلوا جولاطي. جيلاتي بقى والحر. والبط الصغير ده يا جماعه ما تكشوش منه، ده اتفرجوا عليه قدام شويه بس يمنع الافتراس بتاعه، هيبقى مية مية ان شاء الله. هطلع على قد يوم اقص لهم البوز الحته الصغننه. يختي يختي عليه ازياتي كامله بني. ايوه الذكر غير منها ازاي غيره، بتغيروا من بعض ليه؟ خلوا كده نفسكوا صافيه. البوزه الصغيره بتاعت البط ده بيسموها ضفر صغير كده، فبنقص الحته الصغيره دي. فانا هعملها ان شاء الله، وعشان يمنع اكتر يعني. اكيد فيهم ذكر كده ولا ذكرين شد حيلهم فبيبهدلوا البط الصغير اللي لسه. وطبعا انا حظي وحش خالص يعني، اكتر اللي بيطلع عندي نتايات فتلاقيها سهيفه كده وصغننه زي ما انتم شايفين ده. البط الكبير ده كله كان اقرع والله، كله كان اقرع وزلبطه، بس ما شاء الله. يا عم انزل انا لسه هحط ميه. يا عم يا عم بتاكل عيش ناشف سنانك يا عم، انت كبير في السن مش عايزين نقول. الفراخ اللي عندي كلها بقت سنها كبير يعني، وما شاء الله لسه بتبيض. ان انا بهتم مثلا بالاكل، بحط لهم دشيشه وبحط لهم ذره وعيش وكلام من دوت. هنا انا حبستهم بقى عشان ياكلوا براحتهم، دخلت كل حاجه مكانها يعني. هو عشان اقرع مبين لكم ان هو مش نضيف، بس هو اقرع يعني ما فيهوش شعر. اللي فوق ده والله يعني المفروض ينزل اسيبه بقى على السطح، بس خايفه لا يتاكل فبسيبه. لو وصلتوا معايا لحد هنا حطوا اللايك ازعل منكم، اتفرجوا على الفيديوهات وحطوا اللايك. لسه اللي في العيشه دول ما حطيت لهمش اكل، هنحط لهم ان شاء الله. وهنا وقفت شويه دلع فيهم واقول لهم يا اختي كميله يا اختي كلتي واتنفختي. وجيت اطمن على البيضات لقيتها حلوات. شفت المنظر دوت قلت اما اقف اصوره سلطان. اللهم صل عليك يا نبي. صلوا على النبي يا جماعه وحطوا اللايك، واقول لكم اشوفكم على خير ومع السلامه.